كما قلت تعاطفا كبيرا للمستوى وأيضا بعد الحادثة التي تعرض إليها وأصبح عنده إصبع واحد في يده اليمنى، ورغم ذلك لاحظوا كيف يتمكن من تقديم أفضل أداء في البارود. هذه صربة رائعة، وهذه صربة رشيد سيكا. تقدير وأيضا مؤازرة وتصفيقات للصربات التي أثبتت فضاءة صربة رشيد سيكاز جهة التطبيقات، ودائما هذه الصربة حاضرة ومتوجة. وهذه لقطة استلام الجائزة الثانية، تتويج آخر مستحق لهذه السربة التي استطاعت من المركز الثالث تتحول إلى رضا الفرس. اللهم صل على رسول الله. يتردد هذه العبارات لهذه الصربات المتوجة. هنا سنتوقف مع صربة رشيد سيكاز، وستلاحظون كيف سيتعامل هذا الجمهور مع هذه الصربة. والحضور متميز هذه الصربة اللي عندها كل واحد تعاطف وايضا شهرة ديالها اللي تجاوزت حدود المملكة. الصربة ديال رشيد سيكاز مقدم خانوخ، مقدم في المستوى العالي في التطبيقات. ايضا بالنسبه للمكونات ديالو ديال كالصربه كتشوفوا الخيول ديالو من المستوى العالي جدا. اختيارات رشيد سيكاز حائز على ازدواجيه في البطوله الوطنيه بدار السلام. هو اليوم من 4 المرشحين بقوه لجائزه محمد الملك جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهو سيكاز دخل على الاحتراف. نعم، نوعية الخيول اللي كيقتنيها واللي كنشوفونه ما شاء الله دائما في كل جديد. رشيد سيكاز تطور حقها من سرود، من لباس، من خيول، من جميع المواصفات اللي باغيين الجمهور ديال التبوريده. وحنا كنشوفوا شي رسام كيرسم شي لوحه تشكيليه واللي كنشوفوها في هذه العروض ديال التبوريده وفي منافسات هذه البطوله القائمه هنا بمدينه الجديد. اذا الان نكونوا اكثر اللحظات انتظارا دخول صربة رشيد سيكاز على جهه البيضاء فقط البارود الاولى. نتابع. احنا كنستمتعوا باللقطات وبالعرض الرائع في لقطة البارود، مقرصة محكومة جامعة رزاق، كل الصفات اللي كنا نقولوا على القرصة ديال رشيد سيكاز. رشيد سيكاز مشية هزة جرة خياطية في مستوى، وقرصة من أحسن القراصات اللي كانوا في المعرض. نتمنى له التوفيق، وهنا كيبين أنه راه بطل وغيبقى بطل. إذا هذه أول طلقة البارود كانت عند رشيد سيكاز، موافقة بامتياز. صربة الآن ديال جهة فاس مكناس، صربة دريس السالم اللي كنشاهدوا بين الصربات. 18 صربة اللي كتشارك منذ يوم الثلاثاء انطلق اليوم الأول. وعلى مستوى الترتيب العام دائما كاين هناك التناوب على المقدمة بين عبد الغني بن خداء وأيضا البديع النجار، رشيد سيكاز وشرف البعراوي الذي كان يتزعم الصدارة. على أن 4 ديال الصربات تنافسها الهمري في المرتبة السابعة. تابعوا رشيد سيكاز مقدم صربة جهة دار البيضاء. كلهم تقريبا
قرصو قرصة موسيقارات هي المشية وحدة ملعوبة الطريقة ديالها الخياطية. تيبقى رشيد بطل ديما بطل، ونتمنى له التوفيق، والحمد لله هذاك الشيء اللي بغيناه في التبوريده هو تحقق، والحمد لله التبوريده راه غادا لقدام ما كتلقاش اللور. اصلا كيدير العلاقات ما بين المدن وما بين القبائل، هو اللي كيربط هذيك العلاقات. كل ما كانش العود حنا ما غاديش نديروا انا عندنا تلقاو صحيح. اذا غادي نتابعوا صربه اللي غتدخل الان القرصه الثالثه اللي مقدم رشيد سيكاس عن جهه الدار البيضاء سطات. خاصو يضرب هاد القرصه وبقيت سي رشيد. واخا واحده ودم اي شد بحدا الولاد كيف اخويا دائما قرصه رشيد وصل 3-3. رشيد وصل لك غيكون من ثلاثه الاولين. هو راه ثلاثه الاولين اكيد، ولكن هو غادي مع نزيد الأولين لا دابا. هو الثالث في المرتبه الثالثه. دابا حيت باقي سي بن خدام لانه منافس قوي بزاف. كاين خدام هادي الجار، كاين رشيد سيكاس شرف الملعب. 3 ديال الطلقات ديال بارود اللي شابين مستوى جيد بدون خطا. نقولوا طلقه البارود الاولى كانت افضل، القرصه الاولى افضل، القرصه الثالثه افضل، والثانيه ما بعيد.